مسلسل داي بريك. تبدأ قصة المسلسل ويا طالب أمريكي اسمه جوش ويلر اللي كان هو جاي من كندا على مود يعيش بكاليفورنيا. وهنا جوش بأول يوم إلى بمدرسته الجديدة، المدير اللي يكون اسمه مايكل بور طلب إنه يلتقي بيه، أو بعدها المدير استدعى الطالبة اللي يكون اسمها سام دين على مود تشوف جوش المدرسة وتعرفه على النماذج المختلفة من الطلاب حتى هو يندمج بسرعة بهاي البيئة الجديدة. فهنا نعرف إنه جوش هو انعجب بسام من أول نظرة إله، أو بعدها نرجع للوقت الحاضر بعد 6 أشهر من الانفجار النووي البيولوجي اللي توفى به أغلب سكان مدينة كاليفورنيا، والبعض من عندهم تحولوا إلى غيلان وهم كانوا يتغذون على لحوم البشر ودمهم. ونعرف إنه هاي الغيلان كانوا يرددون آخر كلمات إلهم قبل لا يموتون، لكن المراهقين اللي تكون أعمارهم أقل من 18 سنة هم الوحيدين اللي نجوا من هذا الانفجار البيولوجي. فنعرف إنه حتى الحيوانات تحولت إلى كائنات متوحشة. وهنا نشوف جوش وهو يشوفنا أوضاع المدينة المنكوبة اللي كانت فوضوية بشكل كبير. فبكل بساطة البيت اللي ما يعجبك ممكن تروح وتدور غيره، لأنه ماكو سكان على كوكب الأرض. ونعرف إنه جوش هو كان عنده بيت مخلي بيه كل الأغراض اللي ممكن يحتاجها بعدين، أو يعني مسويه مثل المخزن بالنسبة لجوش. وهنا هو يروح وياخذ سيف. فجوش يقول إنه أنا راح أسمي هذا السيف باسم سام على اسم خطيبتي. وهو بدأ يقول لنا إنه أكو بعض البالغين تحولوا لكن هم عندهم ذكاء وقدرة على التحكم بأفكارهم، أو واحد من ذولا يكون اسمه البارون اللي كان يسرق المراهقين والأولاد الصغار، وهذول المراهقين يصيرون غذاء له فالكل يخاف منه. فهنا جوش يكمل كلامه ويقول إنه الغيلان وآكلين لحوم البشر والحيوانات المتحولة انتشروا بالأرض، ومو بس العوائق والعوارض الوحيدة اللي موجودة. فالمراهقين اللي على قيد الحياة صاروا مجموعات وأخذوا أصدقائهم وياهم، مثل قبيلة كارداشيا، أو أيضا مثل نادي 4H، والرياضيين ومحبين العلوم وهواية مجموعات غيرهم. كل مجموعة منهم تحكم منطقة معينة، أو يعني الأقسام اللي ذكرها جوش هم صاروا مجموعات وحكموا منطقة معينة. فهنا نفهم إنه هاي المجموعة اللي جوش يحكي عنها هم طلاب المدرسة اللي نجوا من الانفجار النووي. وهسه نشوف جوش وهو يمر من منطقة معينة، أو هاي المنطقة كانت تحت حكم مجموعة الرياضيين. فهو سمع صوت صرخة بنية وقرر لأول مرة إنه يتدخل ويحاول ينقذها. فجوش لما دخل الكنيسة اللي كانوا الرياضيين متخذيها كمخبأ أو ملجأ إلهم، شافهم وهم سارقين بنية. فمباشرة هاي البنية لما شافت جوش صرخت وقالت له أرجوك انقذني. فهنا هو كان معتقد إنه هاي البنية هي خطيبته سام، أو مجموعة الرياضيين كانوا سارقيها. فجوش هنا قال لهم إنه أنا ما جاي هنا على مود أتعارك وياكم، أنا سمعت صوت الصراخ من الخارج وإجيت أساعدها. فقائد مجموعة الرياضيين اللي يكون اسمه تيري قال لجوش ليش ما تنضم لمجموعتنا، لكن جوش رفض وقال لهم حرروا البنية بسرعة. وهنا المجموعة لما شافوا ردة فعله كلهم هجموا عليه، لكن جوش قدر أن يصدهم وصرخ بصوت عالي وقال لها يا سام اطلع بسرعة. فهنا الصدمة أنه هي طلعت مو هي سام وإنما بنية ثانية، وجوش كان معتقد أنه هي سام، لكن نعرف أنه هاي البنية اسمها أنجيلكا اللي عمرها 10 سنوات فقط، وهي مو بنية صغيرة وهي مو عادية أبدا، وهي عندها الخبرة بصناعة المتفجرات. وبيوم من الأيام هي زارت طبيب نفسي، فأنجيلكا قدرت أنه تقنع الطبيب أنه هي تعاني من مرض نفسي على مود ينطيها أدوية مهدئة. فصارت تاخذ هاي الأدوية وتضيف إلها مواد وتبيعها على الطلاب. وهنا جوش انصدم صدمة عمره لما شاف ذكاء أنجيلكا، وقال لها لو أدري أنت المسروقة ما كان ساعدتك. فأنجيلكا تقول له وليش يعني، وشنو السبب اللي ما يخليك تساعدني؟ فجوش يقول لها أنه أنت أصلا حتى الغيلان تخاف منك. وبعدها أنجيلكا بقت مصرة أن تروح ويا جوش لأي مكان هو يروح له. وبعد ما هم يروحون يلتقون بولد اسمه ويسلي، وهو كان واحد من أكثر الطلاب المتنمرين بالمدرسة على أصدقائه. فوصل يقول لهم إنه أنا صرت ساموراي وأنا ما أدور غير السلام والأمان، وراح أتوب من الأشياء اللي كنت أسويها سابقا. فجوش قال له أنا ما أحتاج أحد من عندكم، أنا وحدي وأقدر أعيش. لكن ويسلي قاطعه وقال له أنت تريد تلقى سام لو أنا غلطان. فجوش قال له أنت تعرف هي وين؟ وهنا ويسلي رد عليه وقال له إنه أنا سمعت من كلير إنه سام محبوسة بالمول، أو يعني المركز التجاري. فجوش قال لويسلي إنه
انه المول هو تحت حكم البارون وشلون راح اقدر انقذها. وبهاي الاثناء مجموعة الرياضيين طلعوا خارج الكنيسة وحاولوا انه يحاربون جوش واللي وياه، فقدروا انه يهربون بسرعة، لكن تيري ارسل اشارة من الدخان الاحمر وهو ارسلها الى تيربو على مود يزودهم بالدعم. فنعرف انه تيربو هو شخص عنده مجموعة جدا كبيرة من الطلاب اللي هم تحت قيادته، او هم لما شافوا الاشارة بسرعة انطلقوا. وبعدها جوش اخذ انجيلكا وويسلي وشوفهم المخزن اللي يجمع فيه كل الغراض اللي يحتاجها، فاخذوا كل شيء ممكن يفيدهم. وبهاي الاثناء عصابة تيربو ومجموعة الرياضيين يوصلون المخزن جوش، او بالحقيقة هو مجرد بيت، لكن مثل ما ذكرنا انه جوش كان يجمع بيه كل شيء ممكن يفيده بالايام القادمة. فبعد ما حاصروهم من كل مكان قرر جوش انه يتصرف بطريقة ذكية، وهو اخذ بولانات وملاها بالدم، وجوش وانجيلكا وويسلي صاروا يرموها على عصابة تيربو والرياضيين اللي موجودين خارج المخزن. فهنا هم لما شافوا هذا الدم بسرعة حاولوا يهربون قبل ما الغيلان يتجمعون عليهم، لأن الغيلان عندهم قدرة على شم الدماء من مسافة جدا بعيدة. لكن للأسف بعض من الأشخاص ماتوا، واللي منهم تيري قائد المجموعة الرياضية. وهسه نعرف أنه الكل صار يطارد جوش، لكن وصلوا أنجيلكا قدروا أنه يوصلون للمول. فهنا جوش قدر أنه يلحقهم، وهو كان مستغرب ليش مجموعة تيربو اختفوا فجأة أو صاروا ما يلحقوا. وبهاي اللحظة ظهر البارون اللي الكل خايف منه، واللي هو سبب أنه مجموعة تيربو غيروا اتجاههم لما شافوه. وبعد ما وصل البارون اتجاه جوش، هو وانجيلكا ويسلي اتحضروا على مود يحاربوه، بس اتضح انه هو ايلاي وهو مجرد ولد عادي، وهو كان يتنكر زي البارون على مود ما حد يقدر يسوي له شيء. ونعرف انه هذا الشخص ايلاي هو يسكن بالمول وهو متخذه كملجئ له. فهنا جوش يسأل ايلاي ويقول له سام موجودة يمك بالمول؟ فايلاي يرد عليه ويقول له شنو انا شايفني مدير اعمالها، ماكو غير اني والاستاذة كرامبل. وبهذا الوقت لما هم كانوا يحجون البارون الحقيقي وصل، فبسرعة الكل دخل للمول وغلقوا الباب الخلفي. وهنا جوش وانجيلكا انصدموا لما شافوا انه المول باقي على حالته، وهو ما متاثر رغم الانفجار اللي صار بالمدينه، وموجوده بيه كهرباء والمكان نظيف. فايلاي قال لهم خلي بسرعه نختبئ قبل لا يجي البارون، وهو غلق عليهم وحبسهم بقفص موجود بالمول. وهنا ايلاي قال لهم تتوقعون راح اخليكم تستمتعون بالاغراض اللي موجوده بالمول وياي؟ فجوش قال لويسلي ليش ما تضربه، مو احنا فريق؟ وهنا ويسلي قال له اني ساموراي مسالم ما اقدر اضربه وهو ما سوى لي شيء. وبهاي اللحظه تيربو ومساعديه كانوا يعذبون بالباقي من افراد مجموعه الرياضيين. فتيربو قرر انه يتعاقد ويا باقي المجموعات على مود ينضمون له ويصيرون مجموعه وحده تحت قيادته، وبهيجي حاله راح يقدرون يقضون على جوش واللي وياه. اما بهاي الاثناء فنروح جوش وانجيلكا اللي كانوا بالمول، وايلاي يجبرهم انه يصيدون الاستاذه كرامبل اللي كانت متحوله الى غول، بس هي تختلف عن باقي الغيلان لان هي كانت تقدر تتحكم بنفسها اكثر، وهي عندها القدرة على الكلام والتفكير. وبهاي الاثناء ايلاي وعدهم وقال لهم اذا قدرتوا تصيدوها وتخلوها بالقفص فراح اخليكم تعيشون وياي بالمول ونصير فريق واحد. وبعدها جوش وانجيلكا قدروا انه ينجحون بالمهمة، وقدروا انه يستدرجون الاستاذة كرامبل ويحبسوها. اما بهاي الاثناء فتيربو بعد ما جمع المجموعات الثانية كل مجموعة كان لها قائد اللي كان يعرف عن نفسه ويقول لهم عن مميزاتهم اللي ممكن يقدموها على مود ينضمون ويا مجموعة تيربو. بس هنا واحدة من المجموعات اللي هي مجموعة محبين العلوم قائدهم كان مخطط انه ينهي حياة تيربو ويصير هو القائد. فهنا مباشرة وجه السلاح ورمى تيربو برصاصة، لكن بالحقيقة تيربو كان مخطط لكل اللي راح يصير، وعرف انه مجموعة محبين العلوم ممكن ينقلبون عليه باي لحظة. ونعرف هنا انه الشخص اللي كان قاعد بمكان تيربو هو جيري، وهو واحد من افراد مجموعة الرياضيين اللي كان لابس لبس تيربو وقاعد بمكانه كتمويه، او يعني شخصية تيربو الحقيقية ما كانت ظاهرة. فهنا الحقيقي تيربو يظهر وهو عايش، وهو ياخذ السلاح من قائد نادي مجموعة محبين العلوم. فهنا مساعدة تيربو طلبت من افراد الفريق وقالت لهم قبضوا على مجموعة محبين العلوم لان اليوم احنا راح نحتفل احتفال كلش كبير. وبهذا الوقت جوش قال لانجيلكا انا لازم اطلع على مود ادور على سام. فانجيلكا قالت له رجاء ابقى، احنا لازم ندرس حالة الاستاذة كرامبل لان ممكن اهالينا يكونون عايشين. فجوش قال لهم اني اعرف هذا الشيء بس لازم اطلع
يطلع من المول حالا. وهنا الأستاذة كرامبل قالت لهم إنه أنا أقدر أساعدكم، أنا عندي المفاتيح، بس تذكرت إنه هي بالها المفاتيح. فكرامبل قالت لجوش راح أفتح فمي وأنت تقدر تدخل إيدك وتطلع المفتاح. لكن جوش كان كلش خايف من عندها لأنه ممكن الأستاذة كرامبل تاكل إيده لأن هي نصف متحولة إلى غول. لكن جوش هنا بعد عناء طويل قدر إنه يطلع المفاتيح من فم الأستاذة. ولما هو حاول يطلع من المول واحد من الغيلان هجمت عليه وحاولت تعضه، لكن إيلاي أنقذه بالوقت المناسب. وللأسف الفرحة ما تمت لأن البارون الحقيقي قدر إنه يدخل للمول وبدأ يهاجمهم. وفجأة الأستاذة كرامبل طلعت وهي بدأت تحكي بكلام غريب وتتمتم بكلام مو مفهوم. فالبارون خاف من عندها وهرب. وهنا جوش سأل الأستاذة كرامبل وقال لها شلون أنت طلعت من القفص وإحنا حابسيك بيه؟ فقالت له أنا عندي قوة سحرية أقدر أتبخر وأطلع. لكن الكل ما كان مقتنع بيها. أما مجموعة تيربو فكانوا يقيمون حفلة تعذيب لمجموعة العلوم. وهنا نشوف تيربو وهو دا يخطط انه جوش راح يكون الهدف الثاني إلهم. وكذلك نشوف ويسلي وهو يستدرج إيلاي او يحبسه بالقفص اللي موجود بالمول ويقول له احنا ما نثق بيك لان باي لحظة ممكن تخوننا او تتسبب بمقتلنا. وبهذا الوقت جوش هنا قدر انه يروح للحمام او قرر انه يقطع ايده لان هو انعض من الغول، او قرر انه يقطعها حتى ما يتحول، لكن هو يفشل او قطع اصبع واحد من اصابعه. وبعدها انجليكا تنصدم من اللي تشوفه فتقول له انت سويت، وهو يقول لها انا لازم اقطعها لانه انا ما اريد اتحول الى غول. وانجيلا تقول له شوف ايدي يا غبي. وهنا جوش يلاحظ انه ايد انجليكا مليئه باثار العض فتقول له انه هم مو زومبي، واذا سالتني ما كان خسرت اصبعك. او بعدها انجليكا وويسلي يروحون لايلاي ويطلبون من عنده دواء جوش لان المكان اللي هو محبوس بيه موجود بداخله دواء. لكن ايلاي يقول لهم انطيكم الدواء لكن بشرط انه تطلعون من المول وما تبقون هنا. فانجليكا تقول لويسلي خلينا نروح وندور خارج المول. اما جوش فانجليكا وويسلي اخذوه يم الاستاذة كرامبل اللي كانت تحاول انه ما تاكل جوش، بس نعرف انه الطير المتحول سرق اصبع جوش المقطوع، ونعرف انه كرامبل كانت تريد تاكله. اما بهذا الوقت فانجليكا وويسلي يوصلون للصيدلية وبداوا يجمعون كل الاغراض اللي ممكن تفيدهم للمستقبل. وبعدها الاستاذة كرامبل اجتها فكرة فاخذت صحن مليء بالديدان وراحت الجوش وخلت ايده بالصحن وهي حتى تخلط الديدان ويا دم جوش حتى تقدر تاكلهم. او ايضا الديدان تاكل العفن والبكتيريا اللي موجودة على اصبع جوش المقطوع. اما الوضع بالصيدلية فبعد ما انجليكا ووصل جمعوا الغراض صار عليهم هجوم من الغيلان اللي هم حاطوا الصيدلية من كل مكان، لكن فجأة كل الغيلان ماتوا بالرصاص. وهنا ويسلي قال لأنجليكا انه احد برا وهو راح يجي وينقذنا، فهي تقول له انت لا تتأمل لان هم كلهم يريدون يقتلونه. وبعدها قدروا انه يهربون من الباب الخلفي للصيدلية، لكن واحد من الغيلان يهجم عليهم فتجي سيارة او تدعس الغول. وهنا تنزل من السيارة مجموعة الشير مازونز وهم مجموعة بنات يحاولون ان يضمون اكبر عدد من البنات وياهم. فرئيسة المجموعة يكون اسمها ديمي وهي تعرض على انجليكا انه تنضم وياهم، لكن انجليكا ترفض انه تنضم لمجموعتهن. فهنا ديمي وجهت الرمح مالتها على ويسلي وحاولت انه تقتله، لكن انجليكا منعتها وقالت لها انه احنا بمهمة او ويانا ادوية او ويسلي واحد من اعضاء فريقي. فديمي تركت ويسلي عايش على مود انجليكا وقالت لها اذا اردتي تنضمين ويانا فمكانك موجود باي وقت، بس حتى نفهم اكثر لازم نرجع بالزمن شوية. فنشوف انه انجليكا لما كانت تبيع المخدرات على الطلاب هي بيوم من الايام تعرفت على ديمي وجماعتها وحاولت انه تصير صديقتهن، لكن ديمي قالت لها انه اول مرة اشوف بايعة مخدرات تريد تصادق الزبائن. فهنا هاي الكلمات استفزت انجليكا وعصبت او صارت تضرب ديمي على وجهها لحد ما تسببت لها بجروح عميقة بانفها. وبعد مرور بعض الوقت جوش استيقظ وهو بافضل حال، بس هو شاف انجليكا وويسلي دا يبكون فقال لهم ايش بيكم وشنو صاير. وهنا هم اخذوه للسيارة وشوفوا جثة سام، لكن بالحقيقة هي جثة واحد من الغيلان. فانجليكا حطمت كل ملامحها وهي كان عندها نفس البروش اللي سام دائما تلبسه. فانجليكا حطت البروش على ملابس الغول وكفنوها، وكل هذا بس على مود جوش يبقى بالمول حتى يوقف محاولاته بالبحث عن سام.
سام. فهنا جوش انتبه على الآثار اللي كانت موجودة على الشخص الميت، أو كان المزعومة بالموضوع إنه هاي سام، فهو لاحظ إنه هي انقتلت من قبل البارون. أو باليوم الثاني ويسلي كان يحاول إنه يعلم جوش شلون يستخدم السيف بإيد واحدة، فهنا جوش كان يحاول بصعوبة رغم أصبعه المقطوع. أو بعدها جوش وويسلي طلعوا يبحثون عن البارون، لكن أنجيليكا قالت لويسلي حاول تشتت انتباه جوش من الموضوع، فلهذا صاروا يهربون من لا شيء. وللأسف هذا الشيء قربهم لتيربو بدون ما هم يعرفون، واللي هو كان مخطط انه ينهي حياة جوش. فلما وصل تيربو للمكان قال جوش والويسلي اريد احنا نتواجه انا وياكم رجل لرجل بدون اسلحة، لكن بهاي الاثناء وفجأة يظهر دب. فواحد من افراد جماعة تيربو يلزمه لان كان يعتقد انه هو مجرد لعبة، بس فجأة هو ينفجر ويقتل هذا الشخص. اما تيربو وجوش وويسلي فهم يفقدون وعيهم، والبارون بسرعة ياخذهم ويسرقهم. او بعد مرور بعض الوقت جوش يصحى ويلقى نفسه بقفص، وهو موجود بمصنع حلويات قديم. فالبارون اخذه كملجأ له، ونعرف انهم كانوا يشتغلون عنده مراهقين. فهنا جوش حاول انه يفتح قفل القفص، او للاسف الدبوس يوقع من ايده. فواحدة من اللي يشتغلن عند البارون لاحظت انه هذا الدبوس موجود، وراحت حتى تساعد جوش على مود يطلع من القفص. فجوش كان منصدم لان عباله هاي البنية راح تقتله، لكن هي كانت تريد تساعده وتحرره، لان كلهم كانوا يشتغلون ويا البارون وهم مجبورين، او كانوا يريدون اي فرصة على مود يهربون منه. وهنا نفهم ان البارون كان يسرق هذول المراهقين لان هم يعتبرون الغذاء المناسب له، وهسه نعرف انه هو نصف متحول، او يعني البارون بالاساس هو غول لكن عنده ذكاء وقدرة على التفكير مثل البشر. او بعدها جوش يشوف هويلز اللي كان يعتقد انه هو البارون، فجوش قال لهويلز اذا مو انت البارون فمنو هو، لكن نعرف انه هويلز كان مربوط او فمه مسدود بتفاحة لان البارون الحقيقي يريد انه ياكله. وبهذا الوقت البارون الحقيقي يوصل، هنا جوش يكتشف ان البارون الحقيقي هو مدير المدرسة مايكل بور. او هسه نرجع بالزمن ونعرف انه هويلز هو شخص متنمر وحقير جدا، والمدير مايكل بور حاول الاكثر من مرة انه يخليه يقلل من عناده ومن التنمر مالته. او هسه نشوف المدير مايكل بور وهو يحضر الخضروات اللي راح يشويهن وياكلهن ويا هويلز. بس بهاي اللحظة جوش قدر انه يروح على هويلز ويحرره ويخلصه من البارون. فهنا بدا يحارب المدير مايكل بور، بس هو ما قدر انه يقتله. فجوش اخذ مفاتيح الاقفاص من عنده، وهنا قفل عليه وسجنه بالقفص. فجوش قدر انه يحرر المسجونين كلهم ما عدا تيربو، وبعدها هو اخذهم وياه للمول على مود يعيشون سوا كلهم ويصيرون فريق واحد حتى يقدرون يبقون على قيد الحياة. وبعد مرور بعض الوقت نشوف ويسلي وهو يرجع للمعمل على مود يحرر تيربو بدون علم جوش. وهم اتفقوا سوا انه ويسلي يساعد تيربو على مود يقدر ينهي حياة جوش. وباليوم الثاني وبالحفلة اللي مقامة وهم سووا هاي الحفلة على مود يكرمون جوش على شجاعته. فوصل هنا خلى سم بالتاج اللي راح يلبسه جوش. ولما اجى وقت التكريم الكل اختار ويسلي حتى يكون القائد، فهنا صار لازم انه ويسلي يلبس التاج، لكن ويسلي رفض انه يخلي التاج على راسه. وهو قال لهم بالحقيقة لازم تعرفون انه تيربو هو جاي بطريقة على مود يقتلنا كلنا. بس ويسلي اخفى موضوع انه تيربو جاي على مود يقتل جوش. وهنا ويسلي قال لهم انه اني عندي خطة ممكن نمنع بيها تيربو. فويسلي كمل كلامه وقال الاهم من هذا انه انتم لازم تثقون بيه. فهسه نشوف انه خطة ويسلي هو انه يخلون مجسمات للبشر بمكان الحفلة ويطفون كل الاضوية. فبعد ما تيربو يوصل هو وفريقه صاروا يقتلون ويقطعون بالمجسمات، بس مساعدة تيربو قررت انه تفتح الاضوية على مود تكون الرؤية افضل. فتيربو وفريقه ينصدمون من اللي كانوا يقاتلوهم، واللي طلعوا انهم مجرد مجسمات بشرية. او بعدها مباشرة ويسلي والباقين يطلعون ويوجهون السلاح على تيربو وفريقه. ونعرف هنا انه ويسلي هو صح خانهم بالبداية، لكن هو اختار صداقة جوش وانجيليكا والباقين على معرفته وصداقته السابقة بتيربو. فباليوم الثاني نشوف تيربو هو كان كلش معصب، ونلاحظ انه هو انجرح بسهم من واحد من فريقه. فتيربو قرر انه يعاقب كل فريقه لحد ما يلقى الخاين اللي ضربه بالسهم من بيناتهم. وبهاي الاثناء نشوف البنية اللي اسمها كيجي، وهي البنية اللي ساعدت جوش انه يطلع من القفص. ونعرف انه هي راحت جوش وقالت له اني اتفق وياك انه تيربو لازم يموت، بس الباقين كلهم جبناء وما قدرون يساعدوك. فجوش كان منصدم انه كيجي هي تعرف تتكلم باللغة الانجليزية، وهو ما كان مستوعب كل هاي الامور اللي جاية تصير. وبعدها كيجي تاخذ جوش صديقتها كليتشن. فبعد ما التقوا بيها كيجي حاولت انه تقنعها على مود تساعدهم على مود يقدرون يقتلون تيربو، لكن كليتشن كانت مترددة بالبداية لان هي خايفة. بس بعدها هي وافقت وقالت لهم انه انا راح احتاج واحد خاين من مجموعة تيربو. فكليتشن دخلت على سيرفر لعبة
وقدرت انه تلقي واحد من مجموعة تيربو، واللي قال لها اني اقدر اساعدكم على مود تدخلون المكان تيربو. وبعدها كليجن واعضاء فريقها يتجهزون ويروحون للمكان، لكن للاسف يطلع كل شيء مخطط له، وتيربو هنا قدر انه يقتلهم كلهم. وهنا وبعد طول الاحداث تيربو عرف انه الخاين هو كاري، فقرر انه ينهي حياته بطريقة مختلفة، وهي طريقة اسمها مغني النينجا، او يعني يطلع اللي يريد ينهي حياته على المسرح ويخليه يعزف ويغني، ولما يكمل الاغنية المسرح ينفتح من جواه، فكاري لما ينفتح المسرح بيه يوقع بقفص مليء بالغيلان. لكن بالحقيقة هي انه تيربو هو اللي انتحل شخصية كاري باللعبة، وهو استدرج كليتشن وفريقه على مود يقتلهم، وبهيجي حالة قدر انه يخلي كاري عبرة للبقية على مود ما حد يفكر يخون تيربو. وهنا انجيلكا والاستاذة كرامبل كانوا زايرين المصنع على مود يتأكدون ان المدير مايكل بور بعده عايش، فهنا كرامبل فقدت السيطرة على نفسها او صارت تلاحق انجيلكا وتحاول انه تاكلها، بس هي قدرت انه تهرب وتختبئ بمكان ما تقدر كرامبل انه تلاقيها. بس بعد شوية انجيلكا تسمع كرامبل وهي تصرخ من الالم، فتشوف انه ظهرها مليء بالجروح. وهنا انجيلكا تقول لها انه احنا لازم نرجع للمول على مود اقدر اعالج جروح ظهرك. اما جوش فشاف انه سام بعدها عايشة، وهو شافها من خلال الكاميرات اللي كانوا يراقبون بها الاوضاع يم كيتشن، وموجودة بالمدرسة اللي تيربو يحكمها. فهنا جوش اكتشف انه انجيلكا وويسلي كذبوا عليه، ولما راحوا قال لهم انتو كذبتوا علي وليه سويتوا هيجي. فهنا انجيلكا قالت لجوش بمكان هذا الكلام المفروض تشكرنا لان احنا انقذناك قبل ما الغيلان تاكلك. فجوش هنا قرر انه يطرد انجيلكا وويسلي وايلاي من المول، وهنا ويسلي قرر انه يكمل طريقه كساموراي مسالم، وهو راح دور على مكان جديد يعيش بيه. اما انجيلكا فقررت انه تنضم لمجموعه الشير مانزونز، بس ايلاي كان يصرخ على جوش ويقول له انه انت ما تقدر تطلعني من المول لان هذا المول هو مالتي. او بعد ما الاستاذة كرامبل عرفت انه جوش طرد انجيلكا قالت له انت ليش طردتها؟ هي كانت تحاول انه تساعدك، لكن جوش قال لها هذا الشيء الوحيد اللي قدرت اسويه. فالاستاذة كرامبل قررت انه تروح وتبحث على انجيلكا، وهنا جوش انطاها عنوان تشير مانزونز اللي تقدر تلاقي انجيلكا هناك. او بعدها نشوف جوش وهو يطلب من كيجي ويقول لها ارجوك تساعديني على مود اقدر انقذ سام والقاها، لكن كيجي كانت تتجنب انه تحكي ويا جوش. وبهذا الوقت مساعدة تيربو حست انه هو فقد السيطرة على عقله، فراحت هي وسام مبارع على المدير مايكل بور اللي كان هو محبوس بالقفص، وقالوا له احنا نريد من عندك انه تجمعنا لان انت الوحيد اللي كنت تسيطر على الطلاب. فهنا سام قالت لمايكل بور خلينا نرجع انا وياك مثل ما كنا قبل حتى نساعد الطلاب انه يتأقلمون ويرجع النظام للمدرسة. فالمدير مايكل بور وافق بس على شرط انه هو راح تكون له حرية مطلقة، وبالفعل الكل يتفق ويوافق على الشروط. وبهذا الوقت جوش يلتقي بصديقته القديمة اللي اسمها ميفيس، فهي تسأله وتقول له انت ليش طردت 3 اشخاص اللي هم ممكن يموتون بالخارج، واني اتذكر انت كنت كلش لطيف ومتعاطف. فهنا جوش يقول لها اني هاي الفترة تغيرت بسبب الضغط اللي صار علي، واني ما تهمني غير نفسي. وجوش كمل كلامه ويا ميفيس وقال لها الشيء اللي ما حد يعرفه هو انه انا انفصلت عن سام قبل بيوم من الحادثة اللي صارت بالعالم، فدائما اني احس بتأنيب الضمير وانه اني دائما لازم احاول انقذها. فيقول لها انا لما عرفت انه انجيلكا وويسلي كذبوا علي هم صاروا سبب بتأخير المهمة مالتي اللي أنا جاي عليها بإنقاذ سام، فما قدرت أنقذ سام بأقرب وقت بسببهم. وهنا ميفيس تقول له لا تخاف كل شيء راح يكون بخير، ولازم هسه نرجع بالوقت ونشوف شنو سبب انفصال جوش عن سام، ونعرف انه والده توفى وهو ما قدر يقضي آخر لحظات ويا أبوه لأن هو كان مشغول ويا سام يحتفلون بجائزتها كونها هي حصلت على ملكة المدرسة. وبعد ما جوش عرف انه والده متوفي عصب كلش وبدأ يفرغ عصبيته بسام، وهو كان يقول لها انه ابويا مات وما شافني بسببك لان انا كنت ملتهي بيك. وبنفس اليوم بالليل صار هذا الانفجار اللي غير العالم. وهسه نرجع للوقت الحالي ونشوف ان المدير مايكل بور لبس لبس البارون وهو راح يقاتل تيربو، فقدر انه يهزمه ويستولي على المدرسة. اما تيربو فهو كان مرمي بحاوية الموتى، لكن ويسلي هنا ظهر وساعده وقدر انه ياخذ المكان على مود يعالج جروحه. وبهاي الاثناء مايكل بور يقول للطلاب المدرسة
المدرسة راح ترجع مثل ما كانت قبل الانفجار، واني هنا مديركم وصديقكم. وبعدها مايكل بور طلب من سام وقال لها اريد من عندك انه ترجعين وتنظمين انشطة للطلاب. وباليوم الثاني سام راحت للمدير مايكل بور وقالت له الفراولة اللي زرعتها كلها مختفية. وهنا نعرف انه سام كانت تزرع فراولة وتسوي من عندها مشروب هلامي على مود المدير مايكل بور يشرب من عنده حتى ينسى طعم الدم. بس هنا المدير قال لها انه انا اكتشفت انه انتم ما تحولتوا لان اخذتوا تطعيمات لما كنتوا صغار. وكمل كلامه وقال اني اعرف هواية اشخاص من عندكم ما اخذوا هاي التطعيمات، فاخذت الفراولة اللي انت زرعتيها او سويت عليها دراسات او قدرت اسوي من عندها دواء يرفع من مناعتكم ضد الاشعاع البيولوجي، او ايضا يقدر يمنع اي عضة ممكن تنعضوها من الغيلان او ما راح تسبب لكم تحول. وهنا سام تاخذ هذا التطعيم وهي تروح وتوزعه على كل الطلاب. لكن بعد مرور بعض الوقت الطلاب صاروا يفقدون وعيهم، فسام مباشرة تروح للمدير مايكل بور على مود تقول له باللي دا يصير، لكن للاسف ما تلقاه بالمكتب. وهنا سام تسمع صوت جاي من خزانة مكتب المدير، فتفتح الباب وتلقى باري وهو كانت ايده ورجله مقطوعات. وفجأة المدير مايكل بور يدخل عليها، فهنا سام تقول له يعني انت كل هذا الوقت كنت تشرب من دم باري؟ فمايكل بور يقول لها ايه، لان اذا ما شربت من دمكم راح اموت. وهو كمل كلامه وقال لها انه انتم كلكم موجودين هنا كغذاء الي. وفجأة سام لما تسمع بهذا الكلام توقع ويغمى عليها. وبهاي الاثناء جوش عرف من ايلاي انه المدير مايكل بور مسوي انقلاب على المدرسة، فهنا جوش قرر انه يروح على مود ينقذ سام. فايلاي يقول له انه انا راح اجي وياك. وبعدها يطلعون ويقرر ايلاي انه يلبس لبس البارون على مود ما حد يقدر يسوي له شيء. لكن هنا هويلز يظهر وهو يطعن ايلاي لان كان متوقع انه هو المدير مايكل بور بسبب لبس البارون اللي كان لابسه. وللاسف ايلاي يموت بين ايدين جوش. وايضا يجي حيوان متحول ويهجم على هويلز وقدر انه يقتله. وبعد مرور بعض الوقت جوش يلبس لبس البارون وقرر انه يروح للمدرسة. فلما يدخل ما يلقى احد، لكن هو يشوف سام. فقبل لا ينزع القناع يصير انفجار قوي جدا. وعلى مود نفهم سبب الانفجار لازم نرجع بالزمن قبل هاي الاحداث النصف ساعة، اي قبل الانفجار هذا. ونشوف المدير مايكل بور وهو يروح ويسرق انجليكا من مجموعة التشير مازونز. وهسه نشوف سام وجوش ونعرف انهم بعدهم عايشين لان القنبلة كانت بعيدة عنهم، بس اثر هو كسر الشبابيك واغمى عليهم لفترة بسيطة من هول الانفجار. ولما يستيقظون سام تقول لجوش انه المدير مايكل بور كان يريد يفجر قنبلة نووية على مود يقتلنا كنا ويبقى هو الوحيد اللي عايش. فهنا جوش قرر انه يروح بسرعة للمول وطلب من الموجودين انه يساعدوه حتى يقتلون مايكل بور. لكن للاسف الكل رفض انه يساعد جوش لان مايكل بور قوي جدا. وبعدها هو يروح لمجموعة تشير مازونز وطلب من عندهم انه يساعدوه. فواحدة من الاعضاء تقول جوش انه المدير مايكل بور هو سرق انجليكا وهو راح للمصنع. فهنا مجموعة تشير مازونز يوافقون انه يحاربون مايكل بور ويا جوش. وبعدها جوش يلتقي بويسلي وتيربو اللي قرروا انه ينضمون وياهم على مود يحاربون طغيان مايكل بور. وبعد مرور بعض الوقت كيجي راحت لجوش وقالت له اني اسفة لانه كنت اريد اهرب. فكيجي والباقين اللي كانوا موجودين بالمول كلهم قرروا انه يحاربون ويا جوش ويصيرون فريق واحد ضد المدير مايكل بور على مود يوقفوه عند حده وما يقدر يستغلهم. وبهاي الاثناء مايكل جبر انجليكا انه تفعل القنبلة النووية اللي كانت موجودة بالمصنع. ونعرف شيء مهم وهو انه انجليكا رغم صغر عمرها الا انه هي عندها الخبرة بصنع المتفجرات. وبعد مرور بعض الوقت جوش وجماعته يوصلون يم المصنع وكان وياهم جيش كامل متكامل من الغيلان اللي قدروا ان يسيطرون ويتحكمون بيهم عقليا ويجمعوهم عن طريق الاغاني. فتبدا المعركة بين الغيلان وعصابة مايكل وايضا بين جوش وعصابته. فهنا جوش يدخل للمصنع وقدر انه يحرر انجليكا وهي قالت له انه القنبلة تفعلت واني ما اقدر الغي تفعيلها. وبهاي الاثناء جوش قرر انه يروح ويحرر الاستاذة كرامبل لان هي الوحيدة اللي تقدر توقف القنبلة. اما سام فقدرت انه تقتل المدير مايكل بور، لكن بعدها تبدا تطلع ايد من بطن مايكل. فهنا جوش قرر انه يقطع اصبع من هاي الايد. وبهاي اللحظة المدير مايكل قدر انه يموت بعد ما انقطع الاصبع. اما
كرامبل فتعرف انه القنبلة هي قنبلة بيولوجية وهي مو نووية، وهاي القنبلة تحول الاشخاص اللي اكبر من 18 سنة الى غيلان، والبعض من عندهم يصير عنده وحش بداخله. وبهاي اللحظات انجليكا تقول لهم انه احنا نقدر نضرب هاي القنبلة لمكان بعيد ومو ضروري انه نوقفها، لكن المشكلة هي انه القنبلة لازم تنطلق بشكل يدوي، ولما تنفجر راح يتوفى الشخص اللي اطلقها. فالاستاذة كرامبل تقرر انه هي اللي تضحي بنفسها وهي تطلق القنبلة، لان هي متحولة الى نصف غول. فتودع انجليكا وتروح بسرعة، وهي اخذت القنبلة الى مكان بعيد وبالفعل تفجرها. وهسه نشوف الكل هو كان حزين على الاستاذة كرامبل، لكن فجأة تطلع هي وتقول لهم اني ما اعرف شلون ما متت، لكن اني فجرت القنبلة. وهنا الكل صار مطمئن وفرحان. وبعدها جوش قال لسام تعالي خلينا نروح نعيش بالمول، لان هو هذا المكان الوحيد الامن اللي نقدر نوفر بيه كل احتياجاتنا، واني عندي هناك هواية اشياء ممكن نغير جو بيهم. لكن الصدمة كانت على وجه جوش لما سام قالت له اني ارفض اروح هناك، وقالت له انت ما تحبني اصلا وانت ما تعرفني، وايضا انت تخليت عني بسبب اني ما لي علاقة بي. فكملت كلامها وقالت تعرف شنو جوش، لما صار الانفجار وصارت نهاية العالم هذا احسن شيء ممكن يصير بحياتي، لان انا قدرت اتخلى عن هواية ناس على مود اني اقدر ابقى عايشة. وبعدها قالت بصوت عالي اني سام قائدتكم الجديدة. ونعرف شيء مهم هنا، وهي انه سام كانت متفقة ويا مساعدة تيربو انه لما يخلصون من كل الاعداء سام هي اللي راح تكون ملكتهم الجديدة. فهنا جوش وانجليكا وويسلا وتيربو كانوا واقفين ومصدومين وما يعرفون شنو يسوون، لان هم ما كانت عندهم اي حيلة في سبيل ياخذون القيادة من سام، لان ممكن سام تدمر العالم بمخططها. ولهنا تكون نهاية المسلسل. مشاهد أسطورية، تلخيصات سينمائية، روايات عالمية وحكاية خيالية. مستر أفلام معكم مستر أفلام، مستر أفلام معكم مستر أفلام. أفلام معكم مستر أفلام، مستر أفلام معكم مستر أفلام. طرفة رائقة، مقاطع حية، قصص يومية وخاتمة درامية. مستر أفلام معكم مستر أفلام، مستر أفلام معكم مستر أفلام. الرئيسية، هيا لنبدأ الرحلة. مستر أفلام معكم مستر أفلام.